اهلا وسهلا متتبعين، كنتمنىكم تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. غبرت عليكم واحد المده طويله اللي طويله بزاف، ما لقيناش التفاعل في القناه. الناس ما باغينش يتفرجوا في المفيد وفي المعقول، الناس باغيين يتفرجوا في الفضائح ويتفرجوا في الشهوه، ولكن ما عندنا غرض. ولكن اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو جديده. كما كتشوفوا كما كتسمعوا في الاخبار وفي يوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي، كيهضروا بزاف على المشكل اللي وقع في فرنسا. المشكل اللي وقع ديال البق اللي هجم على ديك المدينه هذيك، وبالاخص في باريس. ولكن راكم كتعرفوا البق المشكل ديالو راه الا دخل للدار راه واحد القضيه اللي هي صعيبه واللي هي خطيره. الناس القدام، الناس الكبار القدام راه عاشوا هاد التجربه ديال البق في المغرب ديالنا في بلادنا. كانوا يعانيوا منه بزاف، حيت هو كيعيش في بلايصات ضيقه بزاف وكيعيش في الخشب بزاف. ملي كانوا الديور القدام شحال هذا، ملي كانوا الناس السقف عندهم بالخشب، راه كان مشكل ديال البق. وشوف سبحان الله، واخا الحاجه كلشي تطور، ولكن البق هو رجع من جديد. المهم غتقولوا لي ما تفيلش علينا بالبق وما تفيلش علينا بهذا الشيء، والحمد لله المغرب ما وصلوا والو. ولكن ضروري من الاحتياطات باش نحتاطوا من هذا المشكل هذا. راه مشكل اللي هو صعيب، راه ما عارف المشكل ديالو غير اللي راه داز من التجربه ديالو الناس القدام. اليوم جبت لكم واحد الوصفات وجبت لكم بعض النصائح اللي غادي تفيدكم بزاف قبل ما توقعوا في هذه الكارثه هذه، وقبل ما الا دخلت غير حبه وحده راه مشكل كبير كيوقع في الدار. راه صافي، راه صعيب باش انك تنقي دارك منه. اليوم جبت لكم واحد نصائح وصفات طبيعيين اللي هما زوينين. راه قالك الوقايه خير من العلاج. ندوزو اول حاجه باش ما يدخلش لينا البق للدار. نحاولوا نشمشوا الدار ديالنا مزيان، نحلوا السراجم والفراش ضروري وضروري ما نطلعوه للسطح للشمس. خملنا نهزو السدادر وكلشي والعود ونسوسوهم ونطلعهم يتشمشوا. هو الشمس كتقضي بزاف على البق وما كتخليش ديك الطفيليات يتراكموا في المنزل بزاف. تاني حاجه حويجاتنا لدوك المنطات، الكويت، المخاد، الجويد ديال المخاد، الوسايد وحوايجنا دائما يتسبنوا في واحد هذا ديال الحراره تقريبا ما بين 40 حتى 50 درجه ديال الحراره، باش كنحافظوا على دوك الطفيليات وداك الشيء ما يزيدش يكثر. وندوزو دابا ندوريكم واحد الوصفه اللي غادي تجري على البق، ما غتحاربوا ما غاديش يدخل للدار. غنوريها لكم. كناخذوا واحد الكويس ديال الماء الكافي وصافي، شحال ما درتو. غناخذوا سكينجبير اللي هو حنا سكينجبير، سكينجبير المغربي ديالنا هو هذا. غير هو سكينجبير يكون مطحون يلاه جديد، مطحون جديد باقي في ديك الرائحه ديالو اللي هي مجهده. دابا هذه الوصفه غنديروا اي حاجه تكون طريه، ماشي طريه خضراء، ولكن تكون يلا مطحونه جديده. ناخذوا واحد الكويس ولا جبانيه ولا اللي كنديروا فيه واحد المعلقه كبيره هكا ديال السكينجبير وديروا تزيدوا ماشي مشكل. كنخلطوا مزيان هاد السكينجبير في هاد الكويس ديال الماء ولا في قريعه ديال الماء ديال الزاج، وغتسدي عليها بحال ما هكا، وكتخلي هاد المكونات هادو بجوج، كتخليهم على الاقل واحد 3 ديال الساعات، 3 ديال الساعات و 4 ديال الساعات حتى كيطلق هذاك السكينجبير في هذا الماء. ملي كيطلق السكينجبير في الماء كناخذوا واحد البخاخ اللي هو بحال هكا، وضروري ما كنصفيو هذا المحلول هذا باش يمكن لينا يخرج لينا من هذا ديال البخاخ هكا، باش يمكن لينا يرش لينا. وكنصفيوه وكنكبوه في البخاخ ونرشوا به القنات ديال الدار كاملين، تحت السدادر، تحت الناموسيات، تحت المريوات، تحت البلاكارات، فين ما بان لينا شي قنت كنرشوا هاد المحلول ديال السكينجبير. هذه اول حاجه. ثاني حاجه البنات، من بعد ما كنديروا هذا الشيء المهم حتى كنهويو الدار ونشمشوا الفراش ونديروا كلشي، كنديروا هذه الوصفه هذه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. ثاني حاجه البنات كناخذوا القهوه مطحونه، ماشي ديك سريعه الذوبان، قهوه تكون مطحونه. ها هي انا دابا عندي هنا غير هاد شويه هذه. كتاخذوا القهوه تكون مطحونه يلا تطحنت، باقي فيها الريحه مجهده، باقي الريحه ديال القهوه. ومكون ثاني
المكون الثاني البنات هي السودانيه. كانت عندكم السودانيه هذا على كمالتها ما مطحوناش ماشي مشكل، كانت عندكم مطحونه راه حتى هي قضيه الغرض. كناخذوا شويه ديال السودانيه وكناخذوا شويه ديال القهوه، جهد معلقه القهوه ومعلقه ديال السودانيه، وكنشدوها وكنديروها في المبخره. ومن الاحسن من الاحسن نديروا شويه ديال الفاخر يزند، واحد طريف ديال الفاخر هكا كيزند، وكديروها البنات في، وكتاخذوا شويه ديال القهوه ومعلقه ديال السودانيه. راه شحال هادي ما صورت شي فيديو جاني بحال يلا بديت. وكتبخروا بها الدار، وهنا كتسدوا السراجم وكدوروا على الدار كامله كتبخروها. كتبخروا الدار بالسودانيه وبالقهوه، كتبخروا الدار كامله وتسدوا السراجم. ولكن من الاحسن ديروا هادشي، ديروا هاد الوصفه هادي، تبخروا الدار وتسدوا السراجم والبيبان وتخرجوا واحد ساعتين هكاك حتى 3 ساعات من الدار، تكونوا خارجين هكا لشي بلاصه شي جرده، ولا خارجين تسارا، ولا خارجين تقداو. ديروا هاد الوصفه هادي، كتبخروا الدار بالقهوه ماشي سريع الذوبان، القهوه حبوب مطحونه والسودانيه، وتسدوا كما قلت لكم السراجم والدار، تزمتوا الدار كامله وتخرجوا. احنا دوزنا هاد المرحله هادي، ندوزوا المرحله الثالثه. هادي دابا المره الاولى غير للوقايه، وهذه راه كعلاج. حتى الا كان عندكم بانت لكم شي وحده ولا جوج، ديروا هاد الوصفه ديال القهوه والسودانيه. بالنسبه الوصفه الثالثه اخر مرحله، انا ما عنديش بيكربونات هنايا تسالاو ليا، انا نعطيها لكم غير شفهيا. غتاخذوا بيكربونات الصودا وغادي ديروهم حتى هما في البخاخ. ملي غتساليو هادشي وترشوا عاوتاني تحت الناموسيات، تحت سدادر، فين ما بنت لكم شي بلاصه ترشوا فيها هاد البيكربونات ديال الصودا مع الماء. بغيتو بان لكم شي قنت هكا ديال السداري، بان لكم شي اي قنت، اي قنت، حيت هو راه كيمشي غير القنات ديال العود والبلايص اللي فيهم الرطوبه فين كيتخشى وكيتخبى، كيخرج حتى الليل حتى كيطفى الضو، عاد كيخرج هو في الليل كيقرص في عباد الله انت ناعسه وتحسي بالقرص ديالو. المهم ولا كتشدوا البيكربونات وتدردروهم كاملين تحت السدادر، في الكوزينه، تحت البلاكارات، في البلاكار ديال الكوزينه فين ما بنت لكم شي شقه وشي بلاصه رشوا فيها البيكربونات. راه زوينين، 5 دراهم غترش لك تقريبا الدار كامله حتى 10 دراهم. المهم هادو هما الوصفات اللي درت معاكم باش تحاربوا ما يدخلش لكم البق، باش راه قالك الوقايه خير من العلاج. راه الوقايه خير من العلاج، حيت البق راه صعيب 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 الا دخل للدار. راه شحال من واحد كيبدل الفراش ويجيب فراش جديد على حساب البق، حيت هو كيتخشى، حيت ما عندوش يتخشى في الحيوطه بحال سراق الزيت ولا يبان لك كيطير. هو راه صغير غير قد هكا صغير، ولكن كيدخل في الفراش ويدخل في البلايص الاماكن اللي ما تخطر لكش على البال، راه كيتخشى فيها. والناس القدام راه عارفين هذا المشكل ديال البق وشنو كاين شحال من واحد راه كيطلع فراشو كامل للسطح، كيخوي الدار ويعاود بالصباغه ويعاود البيبان ويعاود كل شيء على ود البق. راه شحال من واحد راه البق طردو من الدار ديالو، راه خطير واخا صغير راه ما تحقروش. المهم ها نتوما شفتوا فرنسا شنو واقع فيها. كنتمناكم طبقوا هادشي اللي قلت لكم، الوقايه خير من العلاج. راهي لك قد ما قيتي الدار ديالك وحافظتي عليها ما تخافي حتى من شي حاجه. وباقي ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه اللي كانوا كيديروا هادو، هاد الوصفات هادو اللي درت معكم ديال القهوه وسكينجبير والسودانيه، راه خديتها زعما من الناس القدام اللي كانوا كيحاربوا بها هاد البق شحال هادي. حيت كاينين بزاف دابا الله يستر، ولاو بزاف الناس اللي مرادين بالحساسيه بالضيقه اللي وليداتهم مرادين ما يقدروش على ديك على دوك المواد الكيماويه، دوك المواد اللي كيترشوا راه كيخنقوهم، ولكن هادوك مواد طبيعيه ما غاديش تخافوا منهم. المهم دابا نصور معكم عاوتاني نشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد الدواء اللي هو افيكاس للبق الا دخل للدار. غادي نشاركو معكم اللي كانوا كيديروه الناس القدام شحال هادي، غادي نشاركو معكم الا تفاعلتوا مع الفيديو ديال اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وينال الرضا ديالكم فضلا وليس امرا. الا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات والدعم والبارطاج والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامه والى فيديو لاحق ان شاء الله.